لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانين وسط واشتاو تسال لوان كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبست رزامدي رب العالمين وهي ودارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والله خوش وسلام كله هنا راب رجل لخزمة دوات بيروزة دابوين رب العالمين دفرمي فرمان بإيمان داران دكا كوا قتال لقل كسان شبه باور بك كوا لنتيجة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قتاليا لقل بكن دبي تماي أوي كوا الله تعالى أوان سزاب دا وعذاب دا بدستينغو ويخزهم ورسوايان بك وينصركم عليهم ونصرتهم دا لسر أوان ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاي سينجي كسانش إيمان دار بدا. لا مجموع فتاوى ضل كاتك وأخواي قور دفن يعذبهم الله بأيديكم خواي قور أوان سزاد دا وتعذيب دا بدست إنقو تفرم إثبات تأثير الأسباب أو آتولي وردجيره كوا فعلا أسبابه كاركان تأثيريان هي حيث بين الله تعالى أنه هو المعذب الله تعالى عذابيان ددا وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إلى المشركين هؤلاء كواتا لو حالتا دستي إيمان داران دبيت آلة وسيليك لبو قاندني عذاب للا أخواي قوروب ومشركانا كواتا أو آتا بلغي أويت دا كوا أسباب خواي قوري أو جيان دنيا وخلق كريك وأسبابه كاركان تأثيريان هي خواي قوري عذابيان دا بريارك لا إخوايا نتيجك لا إخوايا بلام سببك بدست إيمان دارانا أوزا وقس على ذلك لها مشتكاني تر ويخزهم كواتا قتاليا لقلبك قتاليا لقلبك لقل كسانش كافر خواي قوري بدستي إيوة سزايان دا والسرشور ياندكا ويخزهم وكل قاسم دله أي بالأسر والاسترقاق ويكو أسير ياندكا ديان كان بكويلة فيجتمع في حقهم العذاب الحسي والمعنوي كواتا همس زي حسيان ددري همس زي معنويج بويكوا رسوادبا ويخزهم لتفسير سعيد الله إذا نصركم الله عليهم بوي رسواد بن كاتك وخواي قورا نصرة قودا لدجي أوان لسر أوان وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه لكاتك دا أوان دجمنا كاسيك لبو دجمن خوي بالتأكيد أوي داوا كراولاي أوي كوا دجمنكي سرشور رسوابي وينصركم عليهم وكل تفسير سعد الله هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها وعديك لله أخوي يقول هل كانت اقتالا لقلبك بوشوي كأخوادي سبحانه وتعالى لسر سنتي في أمر صلى الله عليه وسلم أخوي يقول نصرتان دا بسريان دا تفرمي وعديك لأن الله تعالى ومجديك لبو أوانيك وبوشوي اقتاليان كر أخوي يقول زي بزيكر ويشفي صدور قوم مؤمنين أي ممن لم يشهد القتال وكل قاسم دله أوانيك ولا قتال جنبوين أوان شفاي دليان دي شفاي سينجيان دي كاتك كوا خيق النصرة إيمان داران ددا وكل تفسير محرر ضلي أي ويداوي الله صدور قوم مؤمنين كاتبوا نصرة كوا خيق ورا بإيمان داران دبخشي لسر كافران دبي تماي أوي كوا تداوي علاجي شفاي ضلي إيمان داران ددا
أو إيمان دارانك وظلمهم المشركون وقهروهم أو إيمان دارانك ومشرك كان استميا لكردين وتسوسان ديتيانوا فتنشرح صدورهم بالانتصار عليهم وقتلهم وأسرهم إتر إيمان داران كاتكوا سركوتو دبن بسر كافركان كاتك أوان دكوجن كاتك أسيريان دكن ضلي إيمان داران وسينجيان فراوان دبيو سينجيان ياخذ أو ضليان شفاي لودي ويزول ما حصل في قلوبهم من الألم أو إيش آزار لضليان نامينه كاتك واتساوان رون دبيتو بنصرتي خواي قول لبو إيمان دان لدجي كافران لا تفسير رازي دلي يدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إيمانا حقيقيا ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاي سينجي إيمان داران ددا كوات أو آتش بلقية كوات زيلية كم طبعا كباسيان ذكر لو آتانا زيلي صحابنا أو بلقية لسروي كوا صحابة إيمان دارا لعلمي خواي قول سبحانه وتعالى كوا علم به مشتكي إيمان شراس دقينا لأنها تدل على أن قلوبهم كانت مملوءة من الغضب ومن الحمية لبروي خواي قول دزاني أو إيمان داران الضليان بربو لتوريي لبوتسا لأجل الدين لبيناوي دين كان ومن الرغبة الشديدة في علو دين الإسلام وهو طليان بربلا هواو آواد بسركوتني دين إسلام وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين إتر أو حالتان هموي لچند الردا لضلي كسان شي إيمان دار كوا لبيناوي خوار رقيد كافر كان بيتوا وهو برب دل تمناي نصرد بكالبو إيمان داران بل أوزلاتي الواتر دفن هل نتيجة وقتالك وأخوي سبحانه وتعالى فرمان تان بيرك بيكن نصرتان دا أوان سزاد دا بدستينغو ورسوايان دكا وشفاي دل إيمان داران دا ويذهب غيظ قلوبهم وهروها تاكو غيظ باورين أو رقيل دل إيمان داران لدي كافران بو نصرتيك أخوي وردينيري نامينه ويتوب الله على من يشاء دواتريش دبي تمايوي كواخواي يقول له التوبة لكساني قبول لك كمشيئتي لسنة والله عليم حكيم الله تعالى علمي هي وحكمتي هي دزاني سبحانه وتعالى شيء يستوي كوا مفبقي بكال والتوبة والتوبة لقبول بك ويذهب غيظ قلوبهم لتفسير محرر عليه أي ويزيل الله الغيظ الكامن في قلوب المؤمنين ولنجزئ نصرتي أو غيظ حقد أو غيظ رقلبونوي إيمان داران كوا الباب لدليانا برامبر بكافران نامينه بس أو رقل لنتيجة سيدروز بلدر إيمان داران بسبب ظلم الكفار وقهرهم لهم كاتكوا وان هند ظلم يالا إيمان داران كرديو هند هوليان دابيان توسينو ضل إيمان دارانش برب ولا رق برامبريان هتل نتيجة أو قتالو نصرة إيمان دارا أو رقوقينيش نامن لدليان وكل تفسير سعد جدلي فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم تفهمي فعلا لقتال كدن لقى الكافران وكشتني كافران دبيت ما الشفاء لبودل إيمان داران لو همو خمو خفتي كتيدا إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين الله ولرسوله الساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم كاتك بتساي خوان دبين أو دجمنانا كوادجاتي الله تعالى دجاتي بيغمبر كيدك صلى الله عليه وسلم هول النوري خواي قورك أو ديني بيكو جنوا إثر أو قتال لقل أوان دبيت ماي أويكوا أو توري لدليا نمينه وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين وهل آتج بالقيل سرويك الله تعالى بند إيمان داركاني خوش دبي واعتنائه بأحوالهم هل وخواي قورا قرنجيد دا بحال إيمان داران شعور هستو نست إيمان داران حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية حتى وكواي لكذا خواي قورا سبحانه وتعالى يقل مقصد شرعية كان لقتالتيا شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم يقل مقصد شرعية كان لقتال جهال لقى الكافر كان ويا خواي قورا ما بس ديتي كوا شفاي دلي إيمان داران بداو
أو توڕەیەی لە دڵیانە بەرامبەر بە کافران نەمینێ. ويتوب الله على من يشاء. وكل تفسير قاسم أي فيحصل لكم أجرهم إتلا نتيجة قتالشة كسانش كافر توبة دكن لنتيجة دا أنجوش كوا سبب لبو توبة أوان أنجوش أجر باداش وردقرن. وهروها لتفسير سعد ضل ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين كسانك لو محاربان لو كافر محاربان دبيت معي أو كوا أو قتال كان جودي كان أو محاربان بأن يوفقهم للدخول في الإسلام كسانك لوان كوا خوايجر مشيئة لسرة دبيت معي أو كوا بيتنا ودائر الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لنتيجة قتال بينيني سركوتني إيمان داران بتساوي خويان أو زادزان أو دين حقا خوا بار بشتي دكا سبحانه وتعالى لنتيجة دا كسانك لناو كافر كان توبة دكن دين ناو دائرة إسلام خواي قورش التوبة اللي قبول دكا وإيمانيا اللي خوش دكا كفريا لا بغزيني. والله عليم حكيم. وكل قاسم ذا أي في أفعاله وأوامره كوات الله تعالى عليمة لهمو كارو كردو كارو لهم فرمان كارو حكيمشا. وكل تفسير سعد جدله عليم حكيم يضع الأشياء مواضعها اشتكان لزيقاي خوي دادني ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه. وهروا أخواي قرد زاني شيء شايستي أويك هدايات بدريو ومن لا يصلح فيبقيه في غي والطغيان شيش لوانا شاني أوينية كوا هدايات بدري خواي قرش بازي ليدين لو الطغيان لو قمرايي خوي بمن التوا. أو كل تفسير قاسم دلي وقد أنجز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلها أو وعدانك بيدابون خواي قرش سبحانه وتعالى ببيغمبر خاصم بإيمان داران كاتك وأوانيش فرماني خواي قوريان زي بذكر بقتال كرنا قل كافر كان خواي قوره همو وعد كاين لبيان زي بذكر. فكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة دالة على صدق وصحة نبوته. كواتا أو كاتك بيشي أو كوا أو وعدان زي بذيبي خواي قور سبحانه وتعالى سر زمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان بإيمان داران قتال بكنو لنتيجة قتالش خواي قور سبحانه وتعالى نصرتان ددا وهو أوان عذاب دبستنجو أوان رسوا دكا شفاي دلتان ددا إتركاتك وهشتا روين دا خواي قور وادا فرمي لدواترك فعلا فرمانك خواي قور زي كان بفعلي وعد كان خواي قور هموي زي بزيد بس خوان دبينن كو خواي قور نصرتان دا كو خواي قور كافر كان رسوا دكا كو خواي قور كسان لكافر كان هدايات ددا بسبب أو نصرتي كوا خواي قول بو إيمان داران دينيري دفن كواتا أو وعدان أو زيبوني أو بلقي لسر أو معجزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا رسول الله للا خوي وأخصاناك وكو الله تعالى فرمويتي كوا داهاتو لبو خواي قولا وكو رابردوا إتر باس كدنشتك داهاتو دي بفعل جروب دا بلقي لسر كوا عالم الغيب كالله يفرماني كردي وعدي دا بيغمبري صلى الله عليه وسلم رسول الله لويا فعلا أو يجلو آتانية يأخذ هم قرآن بيروس أوشيان يجلو آتانية كوا بلغية لسر بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها هركاتش إيمان داران لهر زمانو لهر زيقايق دا فرماني الله تعالى زيب كان بوشيوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال أصحاب زيب زيان كردية بالتأكيد خواي قورا وعدي خوي زيب زيدك لبويان بنصر الدانيان بسر كسانش كافر رسوا كردني كسانشي كافر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.